هي بداية يوم عمل جديد الباعث في أول قناة علمية على اليوتيوب في تونس، بهاء اللجمي وفهد بوعزيز، زوز تلامذة في قسم البكالوريا بمعهد الطاهر الصفر من ولاية سوسة، يقضيوا أغلب وقتهم في ورشة هي مقر قناتهم منذ تأسيسها. C'est une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire كل مرة ناخذوا un phénomène ونحاولوا نفسروه scientifiquement. الحلم اللي عاشوا يتمنى فيه بهاء وفهد منذ سنوات التعليم الأساسي تحقق وتجسد مع القناة هذه اللي ولات اليوم عندها برشا متابعين على صفحات التواصل الاجتماعي. ما عنديش ماتريال وما عنديش اسيد باجاج باش نبداو فهمت، دونك قعدت الفكرة في مخنا. هكا مرة جينا نحكيو فيها قدام طفل، قالنا راهو عليه ما بديتوش، قلنا له راهو ما عنديش ماتريال، قال عندي كاميرا وعندي ميكرو. عسلامة ومرحبا بكم في درو ماي ساينس. اليوم باش نحكيو على اليونيفير اوبسيرفابل. وتلامذة البكالوريا في اختصاصات علمية لقوا فيها أحسن برنامج تعليمي ليهم من خلال تبسيط عدة ظواهر بطريقة مميزة وسهلة. سهلوها ديجا كي تتفرج على الفيديو ترتاح، ما تحسهاش ضغط عليك، ما تحسش برشا انفورماسيون اللي يوحلوك ولا حاجة. حتى كي تتفرج ما تفهمش حاجة تعود الفيديو نورمال على الآخر. الحاجة هذه فسرتها لي واني ما كنتش نفهمها، عندي قضية ونقرا وكل شيء مانيش فاهمها، ومنك انت تفهمتها بالرسمي حاجة تفرح على الآخر، وهذا هو البيوت كان من الأول متاعها. ما نقولوش وصلنا له، بدينا نخدموا فيه. التفاعل مع ما يقدموا بهاء وفهد في قناتهم العلمية وصل حتى للأساتذة اللي درسوا فيهم برشا إعجاب وتشجيع. C'est la popularisation en d'autres termes de la science, معناها de rapprocher les concepts scientifiques des gens, des citoyens de tous les jours, des gens normaux qui n'ont pas besoin de connaissances scientifiques très développées pour comprendre certains phénomènes physiques essentiellement. درو ماي ساينس تلفت انتباه برشا متابعين للعلوم وزادت في قيمة التحدي عن زوز التلامذة اللي قاعدين يحضروا في سلسلة علمية بخصوص الاضطرابات في شخصية الإنسان. هي رسالة من بهاء وفهد يأكدوا فيها أنه ببساطة الفكرة والإطار عاملين أساسيين للتفوق والإبداع.